أهلا بيكم في مقدمة أجوبة إشكاليات عهد جديد. يا ترى ليه البشير مرقس بيقول إن المسيح كلم الناس بأمثال عشان ما يفهموش في مرقس 14؟ وهل المسيح بيشجع على الإيمان الأعمى لما بيقول طوبى للذين آمنوا ولم يروا؟ وليه المسيح ما رحبش بطلب التلاميذ لما قالوا له يا رب زد إيماننا؟ وهل التلاميذ ما قدروش يخرجوا الشياطين من الولد لعدم إيمانهم ولا لأنهم ما صاموش؟ وهل المسيح يأنبهم على عدم صيامهم وهو اللي قال انهم مش مفروض يصوموا طالما هو معاهم؟ وليه المسيح احتاج يعمل محاولتين عشان يشفي أعمى بيت صيدا تماما؟ وايه ذنب الخنازير اللي المسيح سمح للشياطين ان هم يدخلوا فيها؟ وازاي المسيح ما جاش ينقض الشريعة وهو قال مفيش عين بعين ومفيش حلفان وان الطلاق لعلة الزنا فقط؟ وازاي يكون المسيح هو الله العالم بكل شيء في حين ان المسيح قال انه ما يعرفش هيجي تاني امتى؟ وقال الهي الهي لماذا تركتني؟ فهل اللاهوت انفصل عن الناسوت؟ وهل الرسول بولس اوصى ان المرأة تغطي شعرها وهي بتتنبأ في الكنيسة ولا اوصاها بالصمت في الكنيسة؟ وهل الناس اللي ما سمعوش عن المسيح ممكن يخلصوا بدون المسيح؟ يبقى ليه المسيح كان لازم يجي اصلا؟ وليه ربنا يعاقب الخطاة للأبد رغم إنهم أخطأوا بس وقت قصير أثناء حياتهم القصيرة؟ وليه أنا أتحمل ذنب آدم مع إني ما أكلتش معاه من الشجرة؟ وأسئلة تانية أكتر من كده بنناقشها في الكورس. فافتكر احتفظ بالفيديو ده وشاركه مع أصحابك.